السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن محمد، وكل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي دار الإفتاء أعلنت إنه يوم الخميس. طبعا أكيد كلكم سمعتوا المباراة وخسارة الزمالك بهدفين مقابل الهدف، ولكن النهاردة جاي أتكلم معاكم عن التحكيم وعن الأخطاء التحكيمية اللي كانت في المباراة، اللي أكيد بشكل كبير جدا أثرت على نتيجة المباراة، رغم إن ركلة الجزاء اللي اتحسبت لنادي سيراميكا كليوباترا ما تسجلش منها الهدف، لكن أكيد برضو كان لها تأثير على المباراة. أنا عايزك تتخيل معايا إن الكرة اللي قدامك على الشاشة دي ما تتحسبش ضربة جزاء، ولا حتى الحكم أساسا يفكر إنه يرجع على الفار في كرة زي دي. يعني كرة بصراحة كانت مستاهلة إن الحكم يروح يشوفها في الفار، أو حكم الفار يراجعها حد، ولكن الحكم حتى ما راجعهاش ولا شاف الفار، وما اتحسبتش ركلة جزاء لنادي الزمالك. ودي تاني كرة في اللقاء، واللي بالفعل الحكم حسبها ركلة جزاء على نادي الزمالك، واللي القانون في لحظة واحدة اتغير بسبب ان الكرة اللاعب مد ايده في الارض، وده لانه كان بيسند جسمه، فالكرة لو خبطت في ايده بالفعل ما تحسبش ضربة جزاء، ده القانون اللي بيقول كده. فمش عارف الحكم محمود بسيوني وافق ازاي ان كرة زي دي تبقى ركلة جزاء، وازاي حكم الفار اكد على كلام الحكم محمود بسيوني. مش عارف الكلام ده تم ازاي، وازاي حكم الفار اساسا وافق على ان كرة زي دي تتلعب، وان دي كرة زي دي ازاي بقت ضربة جزاء على نادي الزمالك. فبصراحة يعني قانون غريب جدا وكلام غريب جدا من الحكم. ويعني اكيد طبعا شايفين ان كرة زي دي اكيد اثرت على نتيجة المباراة، بس لكن ركلة الجزاء ضاعت. فبصراحة يعني كان في بعض الاخطاء برضو التحكيمية اللي كانت واضحة جدا. فبصراحة يعني اداء غير مقنع من الحكم، ويعني مش عارف نقول ايه. وبس كده يا اخواتي، احنا اسفين. يعني كان معكم عبد الرحمن محمد، والسلام عليكم.